عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا أبطال هنحل مع بعض كتاب المدرسة صفحة 50 51 و52 لغة عربية سنة 6. يا ريت ما تنساش تدعمني بقى بلايك واشتراك في القناة، أكون متشكرة جدا ليك. حط لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من حل التدريبات والواجبات، ونقول بسم الله. نشاط واحد بيقول لك اقرأ النموذج الآتي بكتابة رسالة للرد على مشكلة أحد القراء في جريدة الأخبار وأجب عن الأسئلة. عزيزتي القارئة سين، أعلم أنك تواجهين صعوبات في استكمال كفاحك واجتهادك، وأنك تشعرين بالخوف من الإخفاق. أود أن أشاركك بعض الفكر والنصائح التي قد تساعدك في التغلب على هذه المشكلة. أولا وقبل أي شيء يجب عليك أن تدركي أن النجاح بيتطلب جهود ومثابرة. خلاص، لا يمكن أن يحدث التغيير والتطوير دون عزيمة وإصرار، لذا عليك أن تصبحي على استعداد للعمل الشاق والتضحية. ثانيا، جددي أو حددي أهدافك بشكل واضح وواقعي واكتبيها واجعليها قابلة للقياس والمتابعة. عندما تحققين هدفا صغيرا ستشعرين بالرضا والتحفيز لمتابعة المسيرة. ثالثا، لا تخاف الإخفاق اللي هو الفشل يعني يا شباب، فالإخفاق اللي هو الفشل يعني جزء طبيعي من العملية التعليمية والتطورية. من خلال الأخطاء والتجارب بنمتلك فرص للتعلم والنمو. انظري إلى الإخفاق كفرصة للتحسن ولا تدعيه ينتابك عن مواصلة المحاولة. رابعا، ابحثي عن الدعم والمساندة، ويمكن أن يكون لديك أشخاص في حياتك يمكنهم تقديم النصائح والتشجيع. استفادي منهم ولا تترددي في طلب المساعدة عند الحاجة. أخيرا، تذكري أن النجاح بيتطلب الوقت والصبر. قد يكون الطريق طويلا ومليئا بالتحديات، لكن إذا استمررت في المثابرة والعمل بجد فإنك ستحققين النجاح في النهاية. لا تفقدي الأمل، فأنت قادرة على تجاوز هذه المشكلة. ابدأي اليوم بخطوة صغيرة نحو التغيير والتحسين. حسام أمين. طيب بيقول لك ما مشكلة القارئة؟ مشكلة القارئة هنا إيه؟ هتقول له تشعر بالخوف من الإخفاق. تشعر بالخوف من الإخفاق. طيب لماذا كتبت القارئة اسمها هكذا سين، وهل يمكن أن تخمن اسمها؟ أيوة، هقول له هنا حتى لا يعرفها أحد. هي كتبت سين عشان ما حدش يعرفها، يبقى حتى لا يعرفها أحد. طب هل يمكن أن تخمن اسمها؟ مثلا ممكن نقول سميرة محمد، سمر محمود مثلا، أي اسم. طيب استخدم الكاتب طريقة النصح مثل جمل إيه؟ هقول لها ابحثي عن الدعم والمساندة. كلمة لا تترددي في طلب المساعدة. قال لها برضو لا تخاف الإخفاق. دي كلها جمل إيه؟ دي كلها جمل نصح. أهي بصي، حددي أهدافك بشكل واضح، ابحثي عن الدعم والمساندة، النجاح بيتطلب، كل دي جمل تحفيزية. استخدام الكاتب طريقة التحفيز مثل جمل، هتقول له النجاح بيتطلب الوقت والصبر، وقد يكون الطريق طويل ومليء بالتحديات. يبقى النجاح بيتطلب الوقت والصبر، قد يكون الطريق طويل ومليء بالتحديات. أشار الكاتب لبعض الفكر لحل مشكلتها، زي إيه؟ تعالى كده نشوف مع بعض. قال لها هنا إيه؟ قال لها حددي أهدافك، رقم أنا كاتبالك عليها أهي. حددي أهدافك بشكل واضح وواقعي، اكتبيها واجعليها قابلة للقياس والمتابعة. وعندما تحققين هدفا صغيرا ستشعرين بالرضا والتحفيز لمتابعة المسيرة. طيب رقم بيقول لك هل طريقة كتابته منظمة ومرتبة؟ اذكر بعض الأمثلة اللي جعلتك تشعر بهذا. تقول له نعم، طريقة عرضه للمشكلة والنصح والتحفيز. طيب اكتب نصيحة أو فكرة إضافية لمساعدة القارئة. هتقول له عدم الاستماع للأفكار السيئة، ولا تحدثي نفسك الا بالطريقه الايجابيه. يعني ما تتكلمش مع نفسها كده بينها وبين نفسها وتقول ده انا وحشه، ده انا هفشل، ده انا مش عارفه ايه. لا، لازم دايما يكون في امل. طيب هنا بيقول لك اكتب خاتمه مختلفه لتحفيز وتشجيع القارئه. هتقول هنا اعلمي ان هذه المشكله ليست الا مفتاحا لنجاح قادم، وان الاصرار على التفاؤل والهدف قد يتحقق، ليس هناك شيء مستحيل. حلينا صفحه 50، ننتقل لصفحه 51 يا بطل، يلا بينا. بيقول لك هنا اكتب رسالة. بيقول لك كتابة رسالة، كتابة رد على الرسالة. القارئ لديه مشكلة في التحكم بالغضب، مستعين بالنصائح. دي طبعا بديك بعض النصائح وانت طبعا بتكتب عليها الرسالة. بيقول لك اولا تعرف اسباب غضبك، هناك عوامل محددة بتثير غضبك كالتوتر والارهاق. ثانيا تقنيات التحكم في الغضب كالتنفس والرياضة والتأمل. ثالثا عبر عن مشاعرك بطريقة صحية تحدث بوضوح وابحث عن حلول. طيب هنا بيقول لك رابعا ابحث عن وسائل تخفيف التوتر كممارسة الهوايات. وأخيرا اطلب المساعدة من صديق أو مستشار أو خبير.
يلا يا بطل. هنقول هنا: عزيزي القارئ، ميمشين اللي بيعاني من صعوبة في التحكم بغضبه، أود أن أوجه لك بعض النصائح التي قد تساعدك التغلب على هذه المشكلة وتحسين نوعية حياتك. طيب يلا بينا. هنقول أولا: لكي تعرف أسباب غضبك عليك أن تحدد العوامل التي تثير غضبك، مثل التوتر والإرهاق والقيام بالكثير من الأعمال أو من المهام في وقت واحد. يعني ما ينفعش إنك تعمل كل حاجة، يبقى فيه توتر وفيه إرهاق وفي قيام كتير بأعمال كتيرة في وقت واحد، فده طبعا بيثير الغضب. ثانيا: عليك أن تعرف بعض الممارسات التي قد تساعدك على التحكم في الغضب، مثل التأمل في الطبيعة وفي مميزاتك الشخصية. ثالثا: عبر عن مشاعرك بلا تردد ولكن بطريقة مقبولة بتؤدي إلى حل فعلي للمشكلة. رابعا: ابحث عن وسائل بتساعدك في في التخفيف من التوتر يا شباب، مثل ممارسة الهوايات التي تشعرك بالراحة والهدوء. أخيرا: اطلب من شخص بتطمئن له مثل أخيك الأكبر أو صديقك المقرب طلب المساعدة، ومع مرور الوقت ستستطيع التحكم في غضبك. حلنا صفحة 51، ننتقل لصفحة 52. هنا كتبت رسالة: اكتب رسالة للرد على مشكلة إحدى القارئات ياء ميم، ولتحاول إنقاص وزنها ولكنها تجد صعوبة في الالتزام، وحاولت عدة مرات لمتابعة حمية غذائية لكنها سرعان ما تعود لحبها الشديد للوجبات السريعة، مراعاة تسلسل الفكر وكلمتي الجملتين الافتتاحيتين والختامية، واختيار المفردات والكلمات التحفيزية المناسبة مع إملاء وخط سليمين بعدد كلمات يتراوح من 100 ل 150. عزيزي القارئ، هي ميم، اتبعي نظام غذائي صحي من خلال تناول الوجبات الصحية والغنية بالبروتينات والفيتامينات. طيب حددي النظام الغذائي مناسب لك في يومك، قللي الوجبات السريعة فهي طبعا غير صحية ومضرة وبتساعد على زيادة الوزن، وابحثي عن البدائل التي تفيد جسمك أو جسدك. بيقولك هنا: مارسي الرياضة باستمرار لأنها بتساعد جسمك على النمو وتحافظ عليه من الأمراض، وفي النهاية استشيري طبيب التغذية واطلبي منه أن يقدم لك الحلول اللازمة وأن يصمم برنامج غذائي صحي لك. خلاص يا بطل، كده احنا حلينا صفحة 50 51 و52، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو بمعلومة واحدة. اشتركوا بقى كده في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله من حل التدريبات والواجبات والكتب المدرسية والكتب الخارجية بأمر الله. لو عايزين اي حاجه اكتبوها في التعليقات يا شباب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك لان انتوا كده بتساعدوني ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من اصدقائكم وزمايلكم. اشوفكم على خير، ذاكروا كويس، مع السلامه.